صباح الفل حبايب قلب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هبدا معاكم روتين صباحي. روتين صباحي بدل ما قلت صباح الخير يبقى روتين صباحي، يعني بالعقل انا انا لسه ما فوقتش. فالاولاد هنا موجودين، ما راحوش المدرسه النهارده، هو سيف بس اللي نزلته. فجبت شويه طلبات كده، وانا ايه بعد ما وديت سيف نزلت السوق، جبت ايه، جبت نودلز. ولادي بيموتوا فيها، هم طبعا نايمين لسه، ما يعرفوش ايه اللي انا جبتها. هم ده باللحم، وفي طبعا بالفراخ، وفي بالخضار. ده الواحد الباكت الباكت ب2.5. جبت الاتنين. وجبت باكو شاي العروسه ب8 أو 8.5. كنت محتاجه مكرونه، ما لقيتش حوا، جبت الملكه الكيس ب4.5. دي الهلاليه. وجبت كيس ايه، لسان عصفور. طبعا الفاكهه جميله، الخوخ طلع، الكنتالوب، بس انا قلت بقى ايه اما اودع البرتقال. جبت ده البرتقال السكري كيلو ونص ب10. بقول لها هو كل لما بيبقى، يعني كل ما بيروح خلاص مش هيبقى موجود بيغلى. يعني كان الاول الكيلو ب5 والكيلو ربع. لا، كان الكيلو ب5، كنا بنجيب الاتنين كيلو ب10. دلوقتي ده كيلو ونص بال10. فمش مشكله بقى، نخلص بقى وايه، واكله والوداع على راي طنط اللي بيبيعوا. وكنت محتاجه فاصوليا خضراء. انا عملتها معاكم فيديو على قناه اسرار سندريلا بتاعت سنوده ام فيروز. بس كنت يومها طبخت منها، وهما ما كنتش جايبه كميه بصراحه، كان عملته كيسين بس. فاحنا هنا بنحبها قوي، يعني انا وزوجي بالذات. وممكن بقى هدي لماما منها، هي حبيبتي ما جابتش برضو السنه دي، او انا ما جبتلهاش. هي ماما ما بتجيبش حاجه، هي تقول لي هاتي ونتحاسب. فناس كتير قوي كل ما اسالهم يقولوا ايه مفيش فاصوليا، كلها بسله. انا مش غاوي، ما احنا جبنا بسله بس مش كتير برضو، لسه عندنا بتاعت السنه اللي فاتت ما شاء الله بنطبخ منها وزي الفل. بس قلنا لازم اجيب فاصوليا. كانوا بيقولوا فيه ب25، وفعلا سالت عليها كذا واحده قبل كده، فبصراحه غاليه عليا اللي انا اجيبها ب25، ملهاش لازمه يعني. فلقيتها النهارده ب12 جنيه، جميله وزي الفل وطريه يعني. الست اصلا قاعده حاجتها نظيفه، يعني مفيش بقى فيها. جميله جميله جميله. الكيلو ب12، فجبت ال2 كيلو ونص ب30. طبعا ايه هفرزها وهنشوف مع بعض ان شاء الله نعملها النهارده كده، مادام جايه طازه تتخزن وهي طازه كده وتبقى زي الفل. وكنت عايزه فول اخضر، اللي هو الفول الاخضر او فول الحريتي برضو، بس لسه وانا نازله ساعه سيف ممكن اشوفه، لو لقيته هجيبه برضو عشان افرزه. بيبقى حلو قوي، بنحبه في الصلصه، وبنحبه اللي هو الكزبريه او كشري ايه الفول. انا الحمد لله كنت نايمه، المطبخ تمام ما فيهوش، بس اللي كان كوبايه وفطار سيف. والاولاد كان بالليل عامله لهم فشار، فكل حاجه الغدا كانت مغسوله، والعشاء بس هي كوبايات بس كده، وفطار ايه القوفه. وجبت ملح ليمون، ملح ليمون عشان ربنا يسهل بقى انضف الشفاط بتاع اللي فوق البوتاجاز، انزل اللي هي الالواح كده ونشوف بقى ايه. انا كنت جربته قبل كده، يعني انا سيبته برضو فتره، فحاسه اللي مش عارفه ملح الليمون هيجيب معانا نتيجه ولا ايه. هنجرب مع بعض، والحياه تجارب، وهنشوف ايه نظبط امورنا. وهنا بقى الحته نظيفه الحمد لله. ده اللي جبت لماما التموين، ده الزيت والسكر بتاعها. انا خدت بقى ايه نصيبي، وهي بتقولي لو عايزه يسوسو تاني خدي، فانا دي الحامل بتاعي خدي عادي. وده ترنج القوفه. وهي الحته نظيفه الحمد لله، ما فيهاش ايه حاجه، لا بس الفرش عايز يتعدل حاجه بسيطه بس. وسبايدر مان بتاع القوفه مفيش حاجه، علبه المناديل بس مش مكانها، انما الدنيا كلها متشطبه حلو. والترنج بس بتاع القوفه ايه يدخل جوه لغايه ما اخواته بقى يصحوا ونشوف فطارهم. يا ريت ما يفطروش بقى، الواحد مش قادر. الجو عامل ايه النهارده؟ حلو، الجو حلو بس هوا. طبعا انا ناشره، وعايزه برضه نشغل الغسالة كل شويه، الغسالة ما شاء الله ما تبطلش. صباح الفل عليكم كده، وكل واحده يلا تتنشط. انتوا اكيد متنشطين عني بقى يلا. مليت الحوض، حطيت طبعا اللي هي السداده، ومليت الحوض ميه سخنه، بس هامله كمان حله واحطها على البوتاجاز عشان ايه تبقى ميه مغليه قوي. طبعا دي شكلهم، يعني شكلهم وحش جدا. انا اوقات كتير فعلا ما بشغلوش، بس هو عشان فوق البوتاجاز كل اي زيوت تنزل فيه. ما طبعا بيبقوا 3، وفي بوتاجازات بيبقوا 2، شفاطات بيبقوا 2. احط ملح الليمون، واغلي حله بميه برضو ايه، وادلقها عليها. مادام انا مش محتاجه الحوض دلوقتي،
خلاص اشتغل عادي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه كمان لونها اتغير اهو، بدات تصفر من ايه، من الزيوت اللي فيها. فهنمشي معاه بقى مرحله مرحله كده اما نشوف ربنا يسهلها وينضف. غسلت الفاصوليا اهي وسايباها ايه، هبدا اقطعها ومعايا المصفى بتاعتي. طبعا انا بقطعها حتت صغيره يعني، مش طبعا بنقطع من الطرفين. ماما كانت تقول لي تشوفي ايدك الحبايه فين، بين كل حبايه وحبايه واديها ايه، سمبوسه كده. في ناس بتعملها طويله، فاحنا بنحب الرقه في اكلنا، نحبها صغننه كده، بس مش صغيره يعني اكل بط، لا يعني دي كفايه ولا اقطعها على 2؟ رايكم ايه؟ انا خايفه من امي، انا خايفه من امي تقعد تقول له مقطعه كبيره ليه، ولا ما اديهاش. لا ام حبيبتي هي لو هتحاسبنا عليه هديه، لو عايزاها هديه عينيا لامي. وطبعا عمر صحى وعلي لسه نايم، فعملت لعمر إيه لقيت الحمد لله عندي كيك، يعني الحمد لله مش هقوم اعمل لهم فطار، في كيك وكوفي ميكس اللي عايزه بقى براحته. انا هخلص ده وطبعا ايه هنسلق سوا، وسايبين الشفاط ربنا يسهله هو مع نفسه بقى. اخلص ده بقى واتسلى كده مادام سيف مش موجود، عشان ايه ما يقعدش يلعب في الحاج. حبايبي هنا انا دخلت اوضه الاولاد طبعا بعد كان عمر صاحي معايا وعلي صحى. فالمفرش اللي هنا ده اتقطع، انا حاطه ليه عشان الازاز ما يتحركش، فلقيت عندي جزء بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت عندي حته كمان اهي. بس انا اجيب الاول ايه القماشه هي بس عشان ايه تثبت الازاز وما تحركش، مع انه تقيل ما شاء الله، بس برضو الاحتياطات. طبعا الاوضه هغير الملايات بتاعتها، انا اشتلت الملايات وكله في البلكونه، فايه كله على الكفرات، بس ايه هنفض واظبط الامور. طبعا بقى ايه الادراج عايزه لها عمره، لقيت هنا برضو مفرش ايه هفرشه في ارضيه الدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى اوريكم ايه رايكم. كان بتاع علو وعمر طبعا، هما كنت بجيب لهم كل حاجه 2 زي بعض. طبعا لسه الفرده التانية محتفظه بيهم لغايه دلوقتي عشان لما يكبروا يشوفوا مقاساتهم. دي كميله حبيب ماما. طبعا الكبات بتاعه القفه لكننا الصيف بقى الصيف. ولقيت المايوهات بتاعه البحر بتاعته برضه محطوطه هنا اطبقها له. احنا بنستعد للصيف بقى، رايحين البحر. كان في واحد تاني التاني اهو. طبعا الحزمه شباب بقى، شباب لازم الشباب. ودي الحمالات بتاعت القمصان. طبعا الجوانتيات دي بقى خلاص بقى تتغسل بقى وتتعامل، هي والكوفيات كل ده يروح الغسالة. خلصت الأوضة اهو، فرشتها طبعا، لمعت السراير من ظهرها والكومودين والمراية، والشباك فتحته برضو يهوي، بس لسه بقى عايز تنفيضة جامدة بقى في دخول الصيف كده ان شاء الله، تنفيضة الصيف بقى، ونغير الدفايات، وفرشت الدفايات واشتلت السجادة، هاخدها على الحمام بقى اغسلها، ومعاها واحدة تانية، فربنا يعيننا كده ان شاء الله. وكنست الارضية بس لسه عايزة هطوقها بس حاجة بسيطة كده
لغايه بقى ما الفرش يتهوى بقى في البلكونه. الجو حلو النهارده كده، ربنا يسهل. يعني هو ما فيهوش شمس بس شغال حلو. فكده تمام قبل ما السوفا بقى يجي وايه ويبوظ لنا كل حاجه بنعملها. طبعا نزلت بقى اجيب سيف، ما لقيتش فول، ما لقيتش حد قاعد بفول من اللي هم حبايبنا اللي بيبقوا قاعدين بره هنا عند السوق. فنزلت جبت منظفات، قلت شكل الشفاط ده مش هينفع الا باللايت، بس برضه هجرب. جبت ايه؟ جبت كريم نيفيا عامل 18. نيفيا عامل 18. وجبت اللايت ب10. هنا خلاص اهي الفاصوليا اتسلقت طلعت من السليق. حطيتها في مصفى، ومن المصفى حطيت عليها بقى ايه ميه من الحنفيه او ميه من التلاجة لو انت حاطه ايه ازايز ميه. وعبيتها في الاكياس اهو، كل كيس على قد الايه الاكله او الطبخه اللي انت متعوداها. فما شاء الله عملوا شويه حلوين اهو. انا اقسمهم بقى بحق الله. انا ما عدتش ده، انا هبقى اعد بقى وانا بعد في الفريزر كده واشوف احط في درجها ولا في درج. ربنا يديك الصحه يا ماما. وممكن في الاكياس الصغيره، او في ناس في الاكياس اللي هي زي ما انا كان عندي اللي هي اللي بقفل دي. وفي ناس يعني كان في ناس كبار كده كنت اعرفهم بيحملوا الاكل الكيس مليان قوي، ويقول لك ايه ما احنا بيطلع من الفريزر نقوم فكين. طب ليه هتفكي وتعيني تاني وتعملي؟ هم بقى كانوا زمان لهم طرق تانية وطرق وتفكيرات تانية. فهنخلص اهو كده. بانوا العدد كده خلاص بقى. بعد ما حطيت طبعا اللي هي الالواح بتاعه الشفاط تتغسل، فاغسل مكانه عشان لما اركبه يبقى ايه حواليه كله نضيف. طبعا كل واحد كل بيت ما بيخلاش من اللي هو فوق الشفاط، هنا بيبقى فيه دهون وبيبقى فيه ما شاء الله يعني اشكال وحاجات جميله. انا قفلت الازاز بتاع البوتاجاز، ومعايا سلكه وحاطه فيها شويه ميه دافيين وكلوركس الوان وايه وشويه فيري او اي صابون سائل عندك، وبالسلكه بتاعتك واي دهون ايه هتشيل. طبعا ايه فاصله الكهرباء عن ايه عن الشفاط. عشان يبقى معانا حته كده في المطبخ في كل روتين ربنا يسهل ان شاء الله نبدا نعمل فيه جزء يجي رمضان نكون خلصنا مطبخنا ويبقى زي الفل. وحوالين السيراميك كده، هو السيراميك ده اللي هو اللي محبب كده مجسم، فبيبقى سهل ان انت بتعمليه بالسلك على طول طبيعي. طبعا ومعانا الفوطه النظيفه، ونقوم ايه مبلوله منديه كده، وبعد كده ايه نعمل فوطه تانية ميه نظيفه. طبعا مادام الواحده في المطبخ تلاقيها تخلص دي تشد دي، تخلص دي تشد دي. انا لسه اهو خلصت الشفاط وقلبه لسه الازاز بتاع البوتاجاز، فلقيت شكل الكتل مش مظبوط. طبعا برضو ايه نضفته ولمعته بشويه خل، وحطيت معاه ايه شويه اي خل وكربونات فبيلمع. طبعا ما نسيتش القعده بتاعته برضو ايه نضفتها. ولسه ايه الفيشه طبعا دي مش بتاعته، دي كانت باظت، فركبنا ايه فيشه تانية برضو بالسلكه لسه معايا طبعا، وهيتنشف كويس قبل ما يتحط ايه في الكهرباء. هي ماما كانت تقول لي كده الشغلانه بتجيب شغلانه، الشغلانه بتجيب شغلانه، مادام ايه ربنا بيعين الواحده كده وايه وتخلص على طول. طبعا من جوه هنحط برضو ايه خل وكربوناته ونغليها غلوه، وبعد كده نفضي الميه ونحط ميه نضيفه تانية ايه ونشغله لغايه اما كل ريحه الخل والكلام ده ايه كله يروح من الكتل. كل حاجه تعمليها تتقني فيها، يعني مش تعملي الكتل وتنسي الفيشه، ده الفيشه اهم، الفيشه اهم من الكتل. خلاص دي شكل اللي هي الالواح بتاعه الشفاط اتغسلت. هما 3 زي ما قلت لكم، وفي بيبقوا ايه 2، انا بتاعي 3. طبعا
انا برضو مش راضيه عن النتيجه قوي، عشان بصراحه انا سبته، هي غلطه مني اللي انا سبته. فبعد الغسله دي ان شاء الله بقى ايه، غسله في غسله، فالايه الصفار اللي هو لسه موجود هنا كده ان شاء الله يروح، فغسله في غسله ربنا يسهل ايه ويروح. فانا ما عدتش ايه هسيبه تاني. طبعا هركبهم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما ننساش الشفاط من فوق برضو ايه بيلمع اهو برضو. طبعا الالواح برضو ايه، بص زي اللي بقول لكم كده، في لسه ايه، في لسه صفار، فواحده بواحده كده. طبعا الاضاءه اهي كمان وكله نضف. طبعا ده مش اي حاجه، ده اللي هو اللي كان بيعمل الله يسامحه مش مركب بالسيراميك كويس، انما هو نضيف اهو جميل بيلمع اهو. وده نوعه عشان في بنات كانوا بتسالني عليه، تربينه، واللي هو فيه ايه كذا سرعه. دي الاولانيه، الثانيه، الاضاءه لو عايزه تقولي. هو بصراحه هو كويس يعني. هو ده مش ليه مبخره، مش ليه اللي هي اللي اسمها ايه، نسيت اسمها. هو ده مكثف، ده مكثف ملوش اللي هو المبخره اللي بتبقى طالعه منه. هو ده مكثف اللي هو اللي هو بيمتص لجوه، مش بيطلع ايه لبره. احنا كده بقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، اخر روتيننا النهارده. فطبعا الدفايات اللي اتشالت انا ما بغسلهاش في البانيو، عشان في الغساله، عشان بحس اللي هي تقال قوي عليها يعني. ولو واحده واحده ليه، طب هما كده كده نضاف، هما مش اللي هو بس بيبقى ايه تغيير كده، وعشان نغير الريحه بتاعتهم وخلاص. فانا بحطهم في البانيو الاتنين مع بعض، وبحط كلوركس الالوان طبعا مش ابيض. بحط برسيل جل طبعا السايب اللي انا كنت قلت لكم عليه اللي انا بجيبه. احنا كده النهارده عملنا حاجات كتير جدا، نظفنا الشقه والشفاط وعملنا الفاصوليا وسلقناها وفرزناها وعملنا الكتل ووضبنا اوضه الاولاد وغيرنا الدفايات بتاعتها. فعملنا حاجات كتير. الفيديو يعجبكم. انا بسيبهم كده بقى منقوعين واقعد اقلب فيهم شويه شويه وخلاص. وبعد كده بقوم جايبه طبق الغسيل بعد ما يكون اتغسلوا، واقوم حاطه بقى ايه دور الدو يعني في طبق كبير كده دهن وميه، واحطها عليهم واسيبهم يتصفوا. بعد كده بتنشر. وده كان اخر روتيننا. يا رب الفيديو يعجبكم واستنوني في فيديوهات تانية. بحبكم كتير.